مساء الخير يا اخوان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اسمعوا، صح، حاب احكي معكم اول اشي، مش لاني اشتقت لكم كثير فطمنوني عنكم. وبعرف الي فتره مختفي، بس هلا بحكي لكم ايش قاعد بصير معي. والله في اشي غريب يا اخوان. اخوان صح، الي فتره مختفي على السوشيال ميديا وكذا، سناب وانستغرام، وما عم بنزل كثير لا بوستات ولا صور ولا هيك كل اشي. ولكن لاول مره بحس في طاقة إيجابية موجودة، هي ما عم تطلع لكم على السوشيال ميديا، ما بعرف ليش، بس هي موجودة جوا. يعني بتيجي يوميا هيك نص ساعة تقريبا، بحس حالي بدي أعمل كل إشي بالعالم، بدي أنجز كل الأشياء اللي ببالي. تيجي على الفترة أوكي بتروح بعدين، بس الفكرة إنه عم بحس بإشي غريب، إشي حلو. الحمد لله رب العالمين. شو السبب بالضبط مو عارف، بس هيك حاس راح ترجع طاقتي اللي كانت قبل سنتين. ما بعرفش اذا تتذكروا هيك قبل سنتين كان في طاقه خرافيه. اوكي خفت شوي، بس ان شاء الله هي حترجع. بس ادعوا لي، لانه انا كثير بنبسط بس اشوف ناس بتدعي لنا، وبشوف رسائلكم حلوه. فبس. وصفة من وصفاتي: طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فحم أو فرن، بتتعمل في الطاسة وطريقة جميلة جدا اهيت. ديت فراخ مشوية بدون شوي معمولة على الطاسة، ودي كمان رز بشعرية معاكم اهوت. وكمان عملنا طبق خضار، وكمان معانا طبق المخلل بتاعنا. دي وصفة من وصفاتي، يا رب تعجبكم. وكمان معانا وصفة كمان هنشوفها مع بعض دلوقتي، وهقول لكم هي ايه معاكم. يا رب الوصفة تعجبكم. ومع كمان سمك مشوي، سمك بوري، وعملت جنب منه طبق سلطة مع المخلل والباذنجان. وطبعا الرز الابيض جميل جدا، الوصفة جميلة جدا. وطبعا الفيديو كامل على القناة. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم. ودي كانت وصفة بسيطة من وصفاتي، يا رب الوصفة النهاردة تعجبكم. وإلى اللقاء في فيديو آخر.